كنت اقدر امشي كنت رحت معاهم، لكن مش قادر. لكن ربنا معاهم، ربنا يسويهم، ربنا ينجحهم ان شاء الله ان شاء الله. عارف ايه عن مشروع النهضه؟ اننا نضرب على قفانا، هي دي النهضه. هي دي النهضه. محمد مرسي. ما هي مشروع النهضه ضحك على الشعب. بيضحكوا علينا باسم الدين، لو ضحكوا على الناس، باسم الدين مش هيقدروا يضحكوا على ربنا، لازم يفضحهم ربنا لازم يفضحهم. وكلنا مسلمين، ما هوش داخلين البلد كافره وبيدعوا الناس للمسلمين، احنا كلنا مسلمين والحمد لله. احنا نعرف حاجه اسمها النهضه بتاع السلام، بتاع العالم اللي يعني بيركبوا الاتوبيس فوق بعض، هي دي اسمها النهضه هناك في السلام. ده مشروع النهضه مين؟ بتاع مرسي مين وبتاع مين اقول له يخرب بيت امه يغور في داهيه بعيد عننا. اهو ان كان يسمعها ويشوفها بنقول له يخرب بيت امك وغور عننا. بس مش عايزين اكتر من كده، بلغها لنا والله. تعرفي ايه عن مشروع النهضه؟ لا والله مش عارفه حاجه، انا مش عارفه الا العيش اللي هيغلوه والدنيا اللي ولعوها ولعه دي. ده المهم ان الناس الغلابه تعيش ازاي؟ ما لك 3 رغيفه والغاز والكهرباء والزيت والكلام ده كله. النهضه هي الفنكوش. يعني ايه يعني؟ بيضحكوا علينا وكذابين وخربوا البلد ومش فاهمين اي حاجه في السياسه. ولا في نهضه من اساسه، ده حكايه كده حدوده بيضحكوا على الناس بيها. ده ما شفناش من امه حاجه. والله ما شفناش منه اي حاجه نهائي. ده راجل كافر، مش اخوانجي، ده راجل كافر. طب تحب تقول لي محمد مرسي ايه بمناسبه؟ اديله 100 جزمه لو شفته. انا بقول لك كل الشعب المصري بيكره محمد مرسي. طب للمرشد الاخوان المسلمين تقول له اوشك منه نفس الطريقه. برضه جزمه برضه؟ 100 جزمه برضه نفس الطريقه. مهما يعملوا مصر محروسه باذن الله محروس باذن الله، مهما يعملوا مش هيقدروا يعملوا فيها حاجه. مشروع النهضه ده يعني مشروع النهضه ده بتاع شويه فراخ وشويه دهون وشويه خرفان. محمد مرسي دوت ملوش اي عازه، ده قفص ملوش عازه، ده رئيس مولد النبي، يعني مرجيح مولد النبي. المفروض يرحل بقى ويغور في داهيه هو والمرشد والاخوان بتوعه، ويغور في داهيه. كفايه كده حرام يعني، الناس اللي عماله بتموت ديت وهو عمال بيدور على فلسطين وحماس اللي هم طلعوهم من السجون. يغور في داهيه، كفايه بقى يرحل باين على الميتين اهلك. ماشي خلاص شكرا. طب مشروع النهضه ده ايه اصلا؟ تعبنا قوي، كل حاجه غلوها، بوظوا الدنيا وبوظوا كل حاجه. ما مش عارفين نتنفس. النهضه لورا بتجيب ورا، عجله النهضه بتاعتهم بتجيب ورا ما بتجيبش قدام. ربنا يستر بقى، يعني بصراحه الناس تعبت ومش شايفين انجازات. هي النهضه بتاعته 3 رغيف بس زي ما بيقول الاخ. دي خيبه مش نهضه يعني. لا دي خيبه بتاعته. خيب الناس كلها. شوف العيش اللي عمال يقول لك كل واحد 3 رغيفه، الكلب قد كده. تعرفي ايه عن النهضه؟ النهضه هي فين النهضه دي؟ مفيش نهضه ولا في نيله. النهضه بيع مصر. واحد زيني يرقص الجزمه. النهضه بيع مصر. رقاص. الحيوانات جايين لنا من السجون وجايين يمسكوا البلد ازاي؟ مساجين اصلا وينزلوا على الستات اهي، هي اللي ماشيه. جزمه. فين الدستور ده يسقط، ده مش دستور، هم شويه حراميه. ده جزم، ده الدستور ده ليهم الجزم الحيوانات. الدنيا بتخبط. وبعدين السؤال اللي عايزين نساله الناس كلها بتساله، هو اللي بيحكم محمد مرسي ولا المرشد؟ والاخوان المسلمين دول دعوه دينيه ولا سياسيه؟ في الدين يخلوهم في الدين ومش دعوه بالسياسه، في السياسه يبقى قدها يا يسيبوها. احنا مش جايين على من ديننا، احنا عايزين ناس تصلح للبلد. فين النهضه؟ النهضه تلم من دولارات البلد وتطلعها بره تتاجر بيها. تجيب ايه؟ 3 رغيف لكل واحد في وزير التموين. مين اللي قال كده؟ اين العداله يا ابو لمعه؟ اين العداله يا ابو لمعه؟ لمعه صح يا بتاع ال100 جوم. بيتكلم صح فعلا يا ابو لمعه يا بتاع ال100 جوم والنهضه الوهميه. انا عايز اعرف هي انت بتولع الاسعار، انت بتجوع الشعب، انت بتذلنا، انت ماشي على الاكل الحرامي. قول له على 3 رغيفه بتاع وزير التموين. انا بروست الرغيف، بروسته في البيت بتفرج عليه لان مش هلاقيه تاني. طول ما مرسي والاخوان موجودين مفيش نهضه في مصر. طيب لما واحد ياخد قراره من نفسه، لما ياكل شعبه ويعالج شعبه ويلبس شعبه ويحترم شعبه بره وجوه، هو ده الرئيس اللي يحكم مصر. ما فيش نهضه، احنا مش لاقيين ناكل. انهي نهضه بيتكلم عليها؟ مشروع النهضه انهي نهضه؟ ده طائب
طائب بس لسه ما جابوش ان شاء الله. لما يجيب هدهد سيدنا سليمان يبقى يجيب الطائب النهضه ان شاء الله. هيخلي الشعب المصري يبيض، مش طائر النهضه اللي يبيض، هيخلينا احنا نبيض ان شاء الله. لما يجيب هدهد النهضه سيو 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 سيو. انا شايف ان هو راجل ما بيفهمش وما بيشوفش. يعني اللي يشوف الشعب مصر ده كله نازل بالجموع دي كلها، المفروض ان يبقى فاهم يعني انه يبقى خلي عنده دم يعني. يعني دي حاجه يعني ما انسي بقى صندوق الانتخابات وانسي دي انتخابات على الطبيعه على الارض. الناس بتستفتي الرئيس على الارض، بتقول له انت راجل مش كويس. لا بيهش ولا بينش محمد مرسي، لا بيهش ولا بينش، ما عملش حاجه للدوله اللي احنا اللي هو قايمين بيها. يقول لك مليارات ومش عارفين المليارات يا فين المليارات يا محمد يا مرسي؟ بص حضرتك انا مواطن مصري، بقول لك ايه، من كتر النهضه اللي شفناها في عهد مرسي اشتقنا للفساد، اشتقنا للفساد عن ابو مرسي واللي جابه. اقول له روح بيتك في الشرقيه، ارضك عايزه تتفلح، شوف ازرعها. اقول له ايه؟ اقول له ربنا ياخدك، ربنا ينتقم منك، وربنا